المظاهر الكدابة اكتر حاجة جايبانا لورا بسبب اللي بنشوفه على السوشيال ميديا، فيسبوك والانستجرام. انك ما تمشيش على قدك، تصرف اكتر من دخلك، ما عندكش لكن عايز حتى لو هتستلف، كل ده اسمها مظاهر، بس مظاهر كدابة. المظاهر دي هي السبب الرئيسي في الهموم والمتاعب، وهي اللي بتوصل الإنسان لمرحلة من عدم الرضا. المظاهر دي أساس الديون في ظل الظروف الصعبة اللي احنا عايشينها. فيها ايه يعني لما الإنسان يصرف على قد اللي معاه حتى لو مش هيقدر يحوش منه، لكن على الأقل هيحس بالكفاية وبركة ربنا هتزيد. ازاي اوازن بين دخلي ومصاريفي؟ المفروض يعني لما الانتاج يزيد اللي هو الدخل، المصاريف تزيد، مش العكس، دخلي بيقل ومصاريفي بتزيد. عارفين احنا محتاجين نرجع نعيش عيشة اهالينا، اللي هي اصلا دي الكلمة دي دلوقتي بقت طموح بالنسبة لنا. محتاجين نرجع خطوة لورا، محتاجين نستغنى عن حاجات كتير كنا عايشين من غيرها وتربينا اصلا من غيرها. زمان كان يقولوا ان انت بتمشي في سكتين، يا سكة السلامة يا سكة الندامة. عشان نمشي في سكة السلامة ضروري نغير حاجات كتير قوي في حياتنا، وحاجات اكتر في نفوسنا، وعادات وتقاليد بقت في مجتمعنا. محتاجين ان احنا نحط نقطة كده ونبدأ من اول السطر عشان نقدر نطلع من البير اللي وقعنا نفسنا فيه. اهم حاجة واول حاجة ان احنا نخلص من فكرة المظاهر دي. يعني بلد فيها مشاكل اسعار وما زال يعني حركة الشراء شغالة، الناس كلها بتشتكي من قلة الفلوس، ورغم ده اي جوازة لازم البيت يكون جاهز من الابرة للصاروخ، لازم نعمل قاعة طبعا يعني عشان الناس ما تتكلمش علينا، لازم يبقى علينا ديون، ونعمل فرح ما حصلش ولازم الناس كلها تحكي عنه. ايه يا جماعة اللي بتعملوه ده؟ تسمع جملة ايه؟ معلش اصل احنا عايزين نفرح. طيب هنفرح ازاي واحنا بعد كده مش هنقدر نسدد اللي علينا ده؟ طيب ما انا ممكن يعني استغنى مبدئيا عن مصاريف الفرح المهولة دي واحطها في البيت الاتنين اللي لسه بادئين حياتهم، اللي يا عالم اصلا في ظل اللي احنا بقينا بنشوفه دلوقتي الجوازة دي هتكمل ولا لا. القناعة كنز لا يفنى، مش معنى كده ما كنش طموح وعايز اغير، بس ارضى باللي معايا، ارضى باللي ربنا كاتبهولي، اعمل كل اللي نفسي فيه بس في حدود امكانياتي. في تقاليد كتير بقت عايزة تتغير، في سلوك كمان محتاج يتبدل. كل ده لو ما حصلش وبسرعة هنفضل ماشيين في السكة دي على طول، وربنا يستر علينا بقى.